السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة يا جماعة أنا كنت مأجله لمدة أسبوع ويمكن 10 أيام، عمال أفكر أعمل الفيديو دوت ولا استنى شوية الدنيا هتمشي إزاي، ولكن بعد تفكير عميق قلت لأ، لازم يبقى في حل، لازم نتكلم. مش معنى ان انا ساكت المدة دي بس، والله العظيم انا كنت بنزل الاسبوع دوت وكل يوم اقول انا هعمل الفيديو انا هعمل الفيديو لغاية ما خلاص انا جبت اخري بجد حقيقي. ومن متابعتي للجروب بتاع مرسول حسيت بجد ان في معاناة، في حاجة غلط، مش عارف هي ايه. انا جالي حتى سؤال على القناة بيقولوا لي يا عم سامي، انت في حاجة عارفها ومش عايز تقولها؟ الدنيا ماشية ازاي؟ طب اتكلم لنا حد، طيب اسأل لنا حد. طيب يا جماعة انا والله العظيم ما اعرف حد بقى اكلمه ولا افهم منه ايه، بس انا حبيت اعمل الفيديو ده يمكن صوتنا يتسمع، يمكن حد يفكر ويكتب لنا بوست او يقول لنا فيه ايه، او حتى لو ما حدش هيعبرنا يقول لنا في ايه، في حاجة غلط. مع اني في اوردرات على الابليكيشن، بس معظمها انا بفتح الصفحة معظمها شحن وتوصيل من مكان لمكان، وكلها او يمكن كمان معظمها خارج الزون، معظمها خارج الزون وهتخرجك بره الزون. طيب فين الاوردرات المطاعم الشريكة اللي هي كيلو واتنين كيلو ومسافات قريبة؟ طيب هل المكاتب هي فعلا بتاخدها؟ هل معظم المناديب اللي نزلت المكاتب دي شغالة بالقبول التلقائي وبياخدوا الاوردرات دي؟ طب فين الإدارة وفين الشركة من المناديب القديمة؟ الناس اللي هي شغالة معاها من أول ما فتحوا وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم 3 سنين أهو. إحنا فين؟ إحنا فين بجد؟ أقسم بالله العلي العظيم أنا الأسبوع اللي فات دوت كنت أنزل واشتغل، أزهق أروح، والله العظيم بقعد بالساعة ساعتين لغاية ما أعرف آخد أوردر. ما في اوردرات بس بعيد عني، اخرج بره الزون ب4 كيلو عشان اخد اوردر اوديه 5 كيلو، طب 10 كيلو وانت قافل لي الحد الاقصى. طيب الاوردرات الشحن افتح لي الحد الاقصى. انتوا عايزين حلول ولا عايزين كلام؟ انا هقول لك الحل وفكر فيه وشوف الدنيا تمشي معاك ازاي. افتحوا الحد الاقصى للاوردرات اللي هي مش مطاعم الشريكة، اللي هي هخش سوبر ماركت. طب ما بالراحة كده، انا اوردر سوبر ماركت، هخش السوبر ماركت ده، هعمل جوه عمرة، هلف حوالين السوبر ماركت اجمع الاوردر ده وقت. وممكن العميل او العميلة تقول لي طب صور لي، طب شوف لي العروض، طيب شوف لي دي في منها عرض ولا مفيش، واسأل، وده حوالي ممكن ياخد ساعة. هل انا بقى الاوردر دوت المفروض انا اقبله ولا ارفضه؟ هتقولي دي بتاعتك ودي براحتك. طيب ما لو انا رفضته، المناديب لو فكرت بنفس تفكيري محدش هياخد الاوردر ده. ليه؟ لان انت قافل الحد الاقصى. لان انا ممكن اخد الاوردر ده مثلا لو الحد الاقصى مثلا مفتوح، وانت والعميل حط مثلا 20 وانا قلت له 30 ووافق، يبقى انا كده مرضي، هخش اجيب الحاجه وانا راضي مثلا. لكن انت تحط لي 20 وهو عاجبك مش عاجبك ما تاخدش اوردر، مش هاخده. يبقى انت كده في اوردرات بتفضل على الشاشه، وحصلت وبتحصل وهتحصل طول ما انت قافل لي الحد الاقصى. يا سيدي انت عايز تقفل الحد الاقصى، خليه للاوردرات المطاعم الشريكه، مفيش مشاكل بالنسبه لي، انا راضي. والف شكر ومشكور جدا اللي انت رفعت لي الحد الادنى، الف شكر متشكرين. تم جميلك وافتح الحد الاقصى. ادي حل اللي انا قلت لك عليه، لا تفتح الحد الاقصى، لا اما تلغي نظام
القبول التلقائي، وتلغي نظام المكاتب والمشرفين اللي انت عملته دوت زي طلبات، ويرجع الابليكيشن زي الاول، عرض وطلب، قبول، تفاوض بيننا وبين العملاء. ادي حل. اتمنى اتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو دوت، ويا ريت لو حد قدر يوصله للاداره ويسمعوا صوت مندوب، ويبصوا على الجروب ويبصوا على جميع المشاكل اللي بتتكتب على الجروب، والناس القديمة اللي بتشتكي من قلة الشغل. يا جماعة احنا فاتحين بيوتنا من مرسول، بنعتمد على شغل مرسول اعتماد كلي ودخل اساسي. انا لا يمكن استحمل اكتر من كده، انا صعب استحمل اكتر من كده. انا اقسم بالله العلي العظيم فتحت ابلكيشن درايفر، اتغميت اكتر مما يعني من مرسول او من الشغل كله. لان حتى يعني ابلكيشن درايفر فيه اختراق ليه وبيضربوا السعر، وتلاقي مشوار 3 4 كيلو والعميل حاطط لك 7 جنيه ولا الشركه حاطه 7 جنيه، ازاي مش عارف، واخد بالك. وتلاقوا ضاربين في الاسعار، وتلاقي المشوار كله على بعضه 3 4 كيلو حاطين 7 جنيه و8 جنيه و9 جنيه. وتلاقي في اوردرات تانية او رحلات تانية يعني بقيمتها حقيقية، واخد بالك. بقيت ابص على ده وابص على ده واخد الرحلة اللي تناسبني ولكن انا مش حابب اندرايفر لسبب انا اتضريت من اندرايفر. انا غيرت الات جر للموتوسيكل بسبب ركوب الناس التقيلة ورايا، فعشان كده حبيت ارجع لمرسول. من اول ما عملوا العرض بتاع كشر التحرير ده ولقيت الدنيا حلوة، ومن ساعتها وانا شغال مرسول. ليه بقى تضطرني ارجع لاندرايفر اللي يعني بتهلك المكنة وتهلك الموتوسيكل، وانا مش هنقي زباين في اندرايفر ولا اوبر ولا كريم ولا اي يعني ابلكيشن من دول. ما تخليني بقى، انا خلاص اتعودت على مرسول واتعودت على الشغل اللي في مرسول. اسمعونا بقى طالما احنا خلاص بقينا يعني واحد زي ما بيقولوا، عشان انتوا بتقولوا كلنا عيله واحده. اسمعونا بعد اذنكم. في ناس فعلا اقسم بالله العلي العظيم اتخنقت، انا اولهم. انا لو عايز اقول لك اسامي هقول لك اسامي، بس حفاظا على يعني خصوصيتهم ليه اقول اساميهم. بس في ناس فعلا بجد بدأت تدور بقى، اللي يدور على شغل مطاعم، اللي يدور على ينزل طلبات وينزل منيوز، واللي يشتغل اوبر وكريم. لا حاسب، خلي بالك احنا داخلين كده في حارة سد ولا في حيطة سد. فكروا معانا بعد اذنكم، رعونا لان انتوا واحنا واحد. بيوتنا مش عايز اقول يعني اتضرت، اقسم بالله اتضرينا لما ستر ربنا كنا اتفضحنا. فالحمد لله. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.